من موتوسيكل سونيك بوينتو إكس، المستوى الأول لموتوسيكل سونيك بوينتو إكس، المستوى المليون. سونيك بوينتو إكس عنده موتوسيكل بمستوى ضعيف جداً، وخسر السباق ضد سوبر سونيك. ولازم نطور مستوى موتوسيكل سونيك بوينتو إكس لأعلى مستوى، حنقدر نفوز في السباق النهائي ونسيطر على العالم. يلا بينا. طيب أهلا وسهلا بكم كلكم في سباق إكسي. النهاردة هنشوف مين فيكم يا سونيك إكسي هيكسب السباق اللي طبعا جايزته $1,000,000. فأنا عايزكم تقدموا الموتوسيكلات بتاعتكم ومستواها. دلوقتي أنا سوبر سونيك وجيت سباق بوينتو إكسي علشان أمنع الفوز. ولا واحد فيكم غبي ولازم تختفوا، علشان كده جيت بموتوسيكي. المستوى اللي قريب من $1,000,000 هو مستوى 999,000. بالموتوسيكل ده هدمركم كلكم يا شخصياتي بوينتو إكسي من على وجه الأرض، وبالفلوس هخليكم ما ترجعوش أبداً. يا لعنة، ده شيء فظيع. أنا شادو نقطة XA ومعايا موتوسيكل من المستوى 100,000، وبالسباق هكسب الحثالة دي. أنا ناكنز نقطة XA ومعايا موتوسيكل من المستوى 10,000، وكمان هحاول أدمر سوبر سونيك. أنا تويز نقطة XE والموتوسيكل بتاعي من المستوى 1000، وطبعا هدمر الأهبل اللي دخل سباقنا من غير إذن. أنا XE ومعايا موتوسيكل من المستوى 100، هستخدمه عشان أدمر سونيك. أنا نيون نقطة XA أكبر معجب بسونيك نقطة XA ومعايا موتوسيكل XA من المستوى 10. وأنا هنا. يا لعنة، أنا سونيك نقطة XA ومعايا موتوسيكل من المستوى 1. ما كانش عندي وقت أعمل أي حاجة تانية، كنت مشغول جدا بخلص على كل الناس، حتى أهملت نفسي. ودلوقتي عندي موتوسيكل حزين جدا. طيب يبقى جه الوقت نبدأ السباق ونشوف مين هيكسب $1,000,000 في سباق نقطة إكسي. في 3 2 1 يلا يا فشلة، سبقتكم وثبتتكم ورايا. الموتوسيكل ده بتاع سوبر سونيك، مستواه تقريبا $1,000,000، هيخليني أكسب بسهولة. أنا جيت هنا عشان أخلص على كل البوينتو إكسي. أنا دخلت سباقكم ومعايا موتوسيكل جامد محدش يقدر عليه، يعني ههزمكم وهشيلكم من على وش الأرض، لأنكم مجرد وباء غبي مش تستحقوا تكونوا في عالمنا. بالفلوس دي هشتري أسلحة هتدمركم، صح ولا لأ؟ اللعنة، مش ممكن نسمح لسوبر سونيك الغبي ده يكسبنا. دخل سباقنا بوينتو إكسي وناوي يخلص علينا كلنا، احنا مش هنسمح له بكده. موتوسي بوينتو إكسي اللي في مستوى 100,000 يقدر يعمل أي حاجة، عشان كده مش هستسلم، هحصل له وهمنعه يدمرنا. إيه يا جماعة، ما تنسوش ناكنز بوينتو إكس، معايا أقوى موتوسيكل فيهم كلهم، لو مسكتكم هدهسكم. وبالموتوسيكل الجامد ده اللي في مستوى 10,000 أنا اللي هكسب السباق. سوبر سونيك الغبي مش هيكون لي فرصة قدامنا، هتشوف بنفسك. هاي، ما تنسوش تنس بوينتو إكسي، أنا كمان في السباق ده. أيوة، الموتوسيكل بتاعي رهيب، مستواه 1000، وكمان ايروديناميكي جدا، بيقدر اوصل لاي مكان انا عايزاه. عشان كده لازم اتخلص من سوبر سونيك، لان صاحبي سونيك بونتو إكسي مش غبي يا نصاب، لا يقدر يكسب ولا يقدر يقضي البونتو إكسي. يا خراب. استنى لحظة، ما تنسوش إيمي بوينت XA البنت الحقيقية والأخطر من الكل. الموتوسيكل بتاعي بوينت XA اللي في المستوى 100 كمان ممكن يكون قوي جدا، عشان كده هأدي كل اللي عندي. يلا بينا عشان اللي أنا بحبه هو سونيك بوينت XA. سوبر سونيك مش نصاب، وأنا ناوي أخلص عليه، عشان إحنا بوينت XA نسيطر. استنوا لحظة، استنوني، لازم أنافس أنا كمان. ليون بيكارون عنده الموتوسيكل ده من المستوى 10، وعشان مثل الأعلى سونيك بوينت XA أحاول أكسب عشان أديهوله كل الفلوس. اللي أنا متأكد منه إن المحتال سوبر سونيك مش هيكسب السباق، مش هسمح له بكده. استنوا يا شباب، رايحين فين؟ السباق بدأ بسرعة جدا ومفيش حتى وقت أقرب منهم. يا خرابي، يلا هديها للآخر بالموتوسيكل الجامد بتاعي بتاع سونيك بوينت XE. مع إنه بس مستوى واحد، بس شكله العجل هيتفك في أي لحظة. بس أنا سونيك بوينت XA، أنا قائد البوينت XA، ولازم نسيطر على العالم مع بعض.
يلا بينا. ياه اللفة، الموضوع صعب عليا قوي. ياه، عشان الموتوسيكل ده بس مستوى واحد هحاول أوصل لأبعد مكان ممكن، وأكيد كده ممكن أكسب. انتباه يا كل المتسابقين، تعالوا لخط النهاية عشان عندنا فايز. ازاي؟ بجد؟ ده السباق لسه كان بيبدأ. يا نهار أبيض، أنا جاي حالا. ماشي. الموضوع كان صعب شوية بس أخيرا وصلت. أنا بس أتمنى إن السوبر سونيك ما يكونش هو اللي كسب. يا نهار أبيض. أيوة، أعرفكم بنفسي، أنا الفائز في السباق، وبكده أنا كمان كسبت $1,000,000 سوبر سونيك. السباق ده كان سهل جدا بالنسبة لي وبالنسبة لموتوسيكل بتاعي اللي مستواه 999,000. ودلوقتي بالفلوس دي هقضي عليكم كلكم. بوينتو اكسي، لو هتبطلوا تزعجوا العالم لحظة واحدة، انت خليك واقف مكانك. السباق ده كان بس لبوينتو اكسي. انت دخلتي غلط، يعني المفروض ما ينفعش. عشان كده بعرض عليك سباق 1 ضد 1، واللي يكسب هو اللي هيبقى الفلوس. وانت اللي بتعرضها عليا بالموتوسيكل الغبي والوسخ ده شيء يضحك، بس طبعا موافق. هيكون ممتع جدا اني اسحقك زي الحشرة، بس في شرط، السباق يكون للموت. لو انا كسبت انت وكل اصحابك هتموتوا. بوينتو اكسي موافق، لاني هكسبك بسهولة جدا. يا فاشل، بكرة في نفس الميعاد هنا، وهتشوف مين اللي مسيطر. يا إلهي، أظن إني ورطت نفسي شوية. معايا بس موتوسيكل مستوى واحد. إزاي المفروض أهزم سوبر سونيك بالموتوسيكل التعبان ده؟ أنا اللي هموت بالموتوسيكل وكل صحابي هيموتوا كمان. وبصراحة يا صاحبي استنى، ما تقلقش، انا دايما كنت معجب بيك جدا وانت عايز تمتس كل الاكسات، وده شيء محترم جدا. عشان كده انا بعرض عليك الموتوسيكل بتاعي اللي مستواه 10 عشان تقدر تطور كورده بتاعك وتغلبها في السباق. استنى، بجد هتديني موتوسيكلك عشان أقدر أرفع مستوايا ووجهه إيلي؟ مش هو بس يا سونيك، انا كمان هساعدك. وانا هحط لك اختبارات عشان تتخطاها وتقدر تاخد الموتوسيكلات بتاعتنا. انا لسه زعلان اني خسرت السباق، بس هساعدك يا سونيك. اكس اي لازم نهزمه. لا، وكمان لو ما عملناش كده كلنا هنموت، فاعتمدت علينا. شكرا جدا يا شباب، بجد انتوا احسن ناس. يلا نديله علقة جامدة. دلوقتي هجمع الموتوسيكلات عشان أطور مستوى موتوسيكل سونيك بونتو اكس اي للمستوى 10. بسرعة 10. لعبة سريعة، عندك بس 20 ثانية تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تطور موتوسيكل سونيك بوينت اكس اي. كمان لو كتبت في التعليقات كلمة سونيك بوينت اكس اي ممكن يكون عندك موتوسيكل جامد زي بتاعه. يعني الحق بسرعة، الوقت بيخلص. لا. أوه أيوة، مش بس الموتوسيكل، أنا كمان رجعت لشكلي الأصلي. يعني دلوقتي معايا الموتوسيكل بتاع سونيك دوت اي اكس اي مستوى 10. يلا يا إيمي، وريني هتعملي لي اختبار إيه، بس هستناكي هناك عشان انتي بطيئة عليا. أيوة، طيب أنا هنا يا إيمي. اكس اي، إيه اللي لازم أعمله عشان أستحق يكون عندي موتوسيكل مستوى 10؟ أيوة، إيه؟ لو عايز موتوسيكل مستوى 100 زي بتاعي لازم تعدي من المسار بتاعي. لازم تعدي كل المسار ده بأسرع وقت ممكن بالموتوسيكل بتاعك، وكمان لازم تجمع الحلقات دي. لو قدرت تجمع كل الحلقات وتعدي المسار في وقت كويس، ساعتها الموتوسيكل بتاعي مستوى 100 هيبقى بتاعك. تقدر تتحدى سونيك بوينت اكس اي. انت بتشك فيا يا ايمي؟ انا جاي دلوقتي، معايا موتوسيكل مستوى 10 وبدأ اقدر اعمل اللي انا عايزه. يعني انا جاي. اول خاتم اتكمل، هوريكم اني عندي تحكم جامد قوي اللي بيه اقدر اهزم سوبر سونيك. ايوه، هلف من هنا وكمان من هنا. انا جاي. ايوه، الخاتم اللي بعده ولسه مكمل من غير توقف. خاتم كمان أخدته. ألف من هنا، ألف من هنا. دي موتوسيكل مستوى 10، يعني لسه مش أسرع واحدة فيهم، بس أنا مش ماشي وحش خالص، صح يا إيمي؟ يلا بينا. خاتم كمان أخدته، ولازم أكمل المدمار وأخدهم كلهم بالموتوسيكل بتاعي اللي مستوى 10. يلا بينا. خاتم كمان. أيوة، أنا ماشي جامد قوي. هجيب القوة الكافية عشان أوقف الأهبل ده وأسيطر على العالم. أيوة،
هنا المضمار واسع جدا، فممكن أعمل كده، أقدر أسرع على الآخر حتى لو الموتوسيكل مش سريع قوي. يلا خاتم كمان، أخدته وطلعت الطلعة. أيوة يلا دلوقتي لازم أعمل لفة كويسة، وأيوة كده هو ده الدخول الصح. واو، استخدمت الحيطة وعملت حركة بهلوانية جامدة. لو ده مش تحكم كويس يا إيمي قوليلي إيه هو؟ يلا الطلعة دي صعبة شوية، بس طلعتها وكملت على الناحية دي كلها عشان آخد الخاتم وانزل مطة. تمام. دلوقتي ابتديت أسرع أكتر، دلوقتي التحكم بيبقى أصعب، بس وأنا سونيك بونتو إكس إي مفيش تحكم، صعب يقدر يوقفني. كل اللي علي أعمله إني أفضل أسرع وأسرع من غير ما أوقف عشان أحقق أهدافي. دريفت، وأيوة الخاتم ده كان صعب شوية بس قدرت أجيبه. واو، وقفة على العجلة الخلفية وخاتم تاني. أيوة بطلع هنا وبنزل بسرعة رهيبة. يلا أظن إني قربت أخلص المضمار. الموضوع ده عجبني جدا. أيوة بدور، وده آخر خاتم، يعني كله بقى بتاعي. أيوة إيمي، ما سبتش ولا خاتم واحد، يعني أظن إن الموتوسيكل بتاعك بقى بتاعي دلوقتي. فاجئتني فعلا سونيك بونتو إكسي، عملتها في وقت قياسي وما سبتش ولا خاتم. اتفضل استخدم قطع الموتوسيكل بتاعي مستواه 100 علشان تطور الموتوسيكل بتاعك. شكرا، ده اللي كنت عايز أسمعه. بصوا على الموتوسيكل الجديد بتاعي بتاع سونيك بوينت إكسي من المستوى 100 يا جنرال. أيوة، بص يا لها من موتوسيكل جامد بتاع سونيك بوينت إكسي من المستوى 100. دلوقتي مع الموتوسيكل ده عندي أجنحة وتيربو وأسلحة، أكيد أحسن بكتير. فقول لي يا إيمي، أروح مع مين دلوقتي؟ بايز بوينت إكسي عنده موتوسيكل من المستوى 1000، هو يقدر يساعدك. أوصل للمستوى 1000؟ ده عجبني يا إيمي، خلاص أنا طاير دلوقتي مع الموتوسيكل الجامد ده أكيد. وأخيراً وصلت هنا. يا نهار أبيض، إيه الحلبة الجامدة دي؟ أهلا بيك في الحلبة النهائية للموتوسيكلات. لو عايز تطور موتوسيكلك للمستوى 1000 لازم تعدي الحلبة دي يا سونيك. هتحتاج تستخدم تعدد استخدامات موتوسيكلك عشان تتفادى كل العقبات وكمان تعدي فوق المية. هتقدر توصل للنهاية؟ كنت فاكر زمايلي بونتو إكسي هيساعدوني، بس هم بيخلوني أعمل اختبارات عشان أقوى وأقدر أهزم الأهبل ده. يلا بينا، هعدي كل الاختبارات دي جامد. هاجي من الناحية دي واشيل الكور دي، ودلوقتي هنزل هنا وهلف من الناحية دي. يعني المسار ده مش صعب قوي، كل اللي عليا استنى الحاجة دي تروح وعدي من هنا. يلا هعدي المسار ده عشان أخلص على سوبر سونيك الغابي ده. دلوقتي من هنا بالراحة. يا سلام، لازم أتفادى الحاجات دي، وأكياس الزبالة كمان محطوطة عشان الناس تقع في البحر. إحنا كده يا جماعة البوينتو إكسي، والطاحونة دي مش هتضربني. أو يمكن عشان أنزل بالظبط هنا. أيوة، يبقى قدام. هاجي من هنا بسهولة وهديها تربو هناك. أيوة، أنا بسوق الموتوسيكل كويس قوي، وأيوة مش بستخدم كل حاجة لصالحي. دلوقتي هقع هنا، هدخل من جوه ومن الناحية دي. أيوة، والمروحة دي المرة دي مش هتخبطني. أيوة تمام، لحد دلوقتي ماشي كويس. هطلع من الناحية دي وبحذر هعدي كل الحلقات دي. يلا امشوا من هنا يا أبكار غبية. دلوقتي لازم أكمل طريقي من هنا. يلا بسرعة على قد ما نقدر، وعلى قضبان السكة الحديد القطر كمان. انت يا باشا، ايه اللي جابك هنا؟ برا يا راجل. كده كويس. دلوقتي هلف من هنا واكمل من الناحية دي. تمام. ودلوقتي يا سلام، هضطر استغل الطاقة تاني. هستخدم طاقة الجزع ده عشان يزقني على الأنبوبة دي. أيوة، أنا هنا. ده كان سهل قوي. هطلع من هنا دلوقتي، مع إن هنا الموضوع أصعب شوية، بس موتوسيكلتي مجهزة كويس للحاجات دي. هلف واطلع على الرامب. يلا مكمل، اطلع بالطريقة دي. أيوة، وبلف من الناحية دي كده. عجبني.
ودلوقتي من هنا هطلع كمان على الرامب دي. أيوة. أوه يا سلام. آسف، بس دي حاجات بنعملها إحنا البوينت إكسي. هعدي العقبة دي وكمان دي، ولو زودت السرعة هعدي دي ودي كمان، مش كده؟ أيوة. هلف من هنا، والسياج ده مش هيوقفني. من هنا الموضوع سهل جدا، كمان سياج أقل وهخش في الأنبوبة. أدوس شوية ويلا بينا. يلا يلا. يا دلوقتي هو محضر لي متاهة، هو مش عارف إني جامد. عندي رؤية أشعة سينية وبشوف المخرج الحقيقي للمتاهة اللي هنا. أيوة، هاجي من الجنب ودلوقتي نازل لتحت. خلاص قربت أوصل للنهاية. الجزء ده غبي وأنا هاجي من هنا واختص شوية. بجد فاكرين إنهم هيوقفوني بالحاجات التافهة دي؟ أنا آسف يا تايلز بوينت إكسي، بس لسه وصل قائدكم سونيك بوينت إكسي الحقيقي، ومعاه الموتوسيكل الليفل 100 اللي لسه كسبه. يا سلام يا سلام، كان أنبوبة مزيفة. يبقى هجرب اللي في النص، وبرضه ما كانش مسار صعب يا تايلز، بس أنا قدرت أعدي. دلوقتي اديني موتوسيكلك، أنا هطلع ليفل 1000. موزل يا سونيك بوينت إكس. المسار ده اختبر كل حاجة، السرعة، التحكم، وانت عديته بجدارة. انت تستاهل الموتوسيكل ليفل 1000. كنت عارف كده، بس شكرا. يلا نشوف الموتوسيكل بتاعي ليفل 1000 بتاع سونيك بوينت إكس. ده الموتوسيكل بتاع سونيك بوينت إكس ليفل 1000. أنا بحبه يا صاحبي، وشكل الموجة بتعلى. قول لي بس أروح لمين عشان أرفع الموتوسيكل بتاعي ليفل 10000. يا نهار أبيض. راح لناكلز بوينت إكسي، هو هيساعدك أكيد، مع إن الموضوع هيكون اختبار صعب. مفيش حاجة صعبة على سونيك بوينت إكس. يبقى أنا جاي، هعبر البحار وهطور موتوسيكلتي وأخيراً وصلت هنا يا ناكلز بوينت إكسي. إيه اللي حضرته لي؟ طيب يا سونيك بوينت إكسي، هنجرب نشوف لو موتوسيكلك عنده القوة والتحمل الكافيين علشان يوصل للمستوى 10000. يلا، لو عديت كل المسار ده اللي فيه الطواحين من غير ما موتوسيكلك يتكسر، حتى لو اتخبط جامد، ساعتها موتوسيكلتي بوينت إكسي اللي في المستوى 10000 هتبقى كلها ليك. يلا ورينا انت تقدر تعمل ايه. يلا أنا جاي. هتشوف إزاي هتحمل مع موتوسيكلتي ضربات الطواحين دي. ناوي أوصل لأعلى مستوى. أيوة يلا. يا نهار أبيض، بدأنا جامد، بس مش فارقة معايا. هتحمل كل الضربات، هديها للآخر ومش هتلمسني ولا واحدة. أيوة، ده شيء مدهش. أنا بعملها إزاي كده؟ صح؟ اتأخروا إنهم يمسكوني، اللعنة. مع إني عديت تقريبا نص الحلبة بسرعة جدا، بس لسه في البداية. اللعنة، ده صعب جدا. خرجوني تماما عن مساري، بس يمكن لو طلعت من فوق. من هنا فوق هلاقي طريقة. يلا بينا، أنا جاي. لو نزلت هنا هتفادى من الناحية دي. لا، الله يخرب بيتكم الطواحين الغبية دي. أنا قريب جدا من النهاية، بس مش بيبطلوا يضربوني ويرجعوني ورا. بس هل أقدر أتفادى؟ يلا دلوقتي جاي من الناحية دي. كده عجبني. الله يخرب بيتكم، موتوسيكلتي دلوقتي مش بيرد، لازم أشغل التربو. مع إني رجعت ورا على طول. الله يخرب بيتها. ماشي، هلف من الناحية دي. هتفادى دلوقتي كل الريش. إزاي وقفوني بالظبط لما ماشي؟ طول ما الموتوسيكل ما اتكسرش أنا كويس، بس مش هقدر أتحمل أخطاء تانية. يلا جاي من هنا. هتفادى من الناحية دي وبعدين من الناحية دي. أنا خلاص شايف خط النهاية، هقدر أعملها. أيوة. لا كنت خلاص هعملها. يا نهار اسود. بس هل أقدر أوجه موتوسيكلتي بالطريقة دي عشان أخليها في الهواء؟ بالظبط كده، أعمل زي طيران كده وأروح على طول عند ناكلز. يلا. ده هيكون الأخير، بس لو رحت دلوقتي أقدر أعملها حتى لو موتوسيكلتي متبهدلة. بس استحملت يا ناكلز، فبتهيألي أستحق أوصل للمستوى 10000. أيوة،
مذهل يا سونيك، انت وموتوسيكلك استحملته كويس جدا، فمبروك عليك. هسيب لك موتوسيكلتي عشان تستخدم قطع الغيار بتاعتها وتطور موتوسيكل سونيك بتاعك بوينتو اكسي لحد المستوى 10,000. كده تمام يا صاحبي. دلوقتي هجمعهم في موتوسيكل سونيك اكس بتاعي اللي في المستوى 10,000. دلوقتي بقت فعلا موتوسيكل سونيك بوينتو اكسي من المستوى 10,000. يعني فاضل لي بس اروح لشادو، صح يا صاحبي؟ بالظبط، شادو بوينتو اكسي هيديك مفتاح النصر عشان ترفع موتوسيكلك لأعلى مستوى ممكن. خلاص، أنا جايبي موتوسيكل اللي بيطير. استعد يا شادو، لأني ناوي أحقق كل حاجة. أيوة، وأنا هنا أخيراً. أنا جاهز للاختبار النهائي يا شادو. هتضطر تواجه أصعب باركور اتعمل للموتوسيكل في التاريخ. لو عايز تحصل على موتوسيكل بتاعي اللي في مستوى 100,000، يلا تفضل سونيك بوينتو اكسي. ده وقعت في الفراغ. الموتوسيكل بتاعي مش هيبقى بتاعك، وانا اللي هواجه سوبر سونيك في السباق النهائي. هنشوف الموضوع ده. مش ناوي أفشل، لأني معايا موتوسيكل جامد في مستوى 10,000. فجاهز أبدأ؟ إحنا ماشيين تمام. هقف هنا ودلوقتي هكمل من هنا بحذر شديد. يلا ولو نطيت فوق العلب الغبية دي. دلوقتي لازم أعمل كل ده من غير ما الطاحونة تلمسني. بسرعة. أيوة تمام، من الناحية دي، ودلوقتي من هنا. آي من غير ما أقع. تمام، جامد. هنا عملتها صح. دلوقتي أغير الموتوسيكل. ده مش ليا، اللي ليا هو إني أسرع وأتفادي الطاحونة دي. يلا أنا خلاص بقيت خبير في تفادي الطواحين. شادو، يعني الطريق ده مش هيبقى أصعب بكتير بالنسبة لي. تمام، هاجي من هنا. ده تغيير صعب، بس كده أقدر أخليه ينط في اللحظة دي بالظبط. ودلوقتي هنا. أيوة تمام. لازم أركز، ما ينفعش أخسر. لو وقعت في الفراغ هيبقى صعب جدا أرجع الموتوسيكل لحد هنا وهخسر. يبقى هنطلع الطلعة دي مهما كانت صعبة، هعملها. أيوة، دلوقتي هطلع الموتوسيكل من هنا وهكمل لقدام. يا سلام، هنا الرؤية بتضيع، بس عينيا بتشوف كل حاجة، فده مش هيأثر عليا خالص. أيوة، بعدي من جوه الشجرة. تمام. دلوقتي كل اللي عليا استنى شوية وأكمل لقدام. يلا يختفي العقبة دي. أيوة، وأكمل لقدام حتى لو مش شايف حاجة. هطلع من السياج. يلا بالظبط كده. هو اللي بيتعمل ولا لا؟ النهاردة اتحركت شوية بس قدرت أتمالك نفسي. ده أصعب بكتير بصراحة. هنا لو اتحركت سنتي واحد هقع في الفراغ، عشان كده هسرع. أيوة، كانت صعبة بس قدرت أعملها. دلوقتي هعدي من الهمبرجرات الغريبة دي. أيوة بالظبط كده. ودلوقتي لازم أطلع من هنا. الموضوع صعب شوية بس بالصبر أقدر أعمله كويس جدا. دلوقتي هرجع ورا وأطلع من هنا. يلا أهو العقبة دي وعدتها بسرعة. من هنا دلوقتي لازم أوقف شوية وبعدين أعدي بسرعة تاني. أيوة، كله يبعد من طريقي. أنا ناوي أخلص الحلبة دي، مش مهم مين يقف في السكة. أيوة، يلا بينا. الموضوع ده فعلا صعب. دلوقتي مش هينفع أحيد ولو مليمتر واحد، بس يلا لو عملتها بالطريقة دي بالظبط كده من غير ما أقع، بهدوء. يلا أيوة، أنا فعلا بعملها. يلا أيوة. دلوقتي هسرع عشان أطلع من هنا وهعدي فوق الجذوع دي وهعدي من هنا. ماشي، هنا أقدر أتحكم كويس جدا. وأيوة، باين إنه لو زودت السرعة شوية هقدر أعدي أسرع. الاختبارات طبعا دي الاختبار النهائي ولازم يكون هو الأصعب، بس ده مش هيخليني أستسلم يا شادو. مش هتقدر توقفني بالاختبارات التافهة دي. أنا سونيك بوينت اكس اي وهجيب الموتوسيكل الغبي بتاع المستوى 100,000. هتشوف بنفسك. هلف من هنا كويس جدا، ودلوقتي هلف من هنا وكده. ده سهل، كل اللي علي أعمله إني أسرع وأدخل من هنا. يلا خلاص، الحلبة قربت تخلص. كل اللي علي أعمله إني أتمالك أعصابي. هنا بالظبط كده. أيوة، قفزة جامدة، هو ده الشغل الصح.
يلا وهطلع من هنا دلوقتي. ها يلا يلا، دي القفزة الحاسمة. هعدي كل ده بسهولة. يلا يلا، أيوة، لازم أستخدم دي كمنحدر. أنا بحب شادو جدا. انت خليت الموضوع صعب لحد آخر لحظة، ودلوقتي أنا بستعد للقفزة الحاسمة اللي هكسب بيها السباق ده. أيوة، تمام. أظن إن الموتوسيكل بتاعك اللي في المستوى 100 بقى ملكي دلوقتي. سونيك .exe فعلا انت بقيت احسن سواق موتوسيكل شفته في حياتي، بس عمرك ما هتستخدم الموتوسيكل بتاعي اللي في المستوى 100,000. مع ان ده ممكن ما يكونش كفاية عشان تهزم سوبر سونيك، بس من غير زمردة الدم مفيش حاجة احسن ممكن تلاقيها هناك. تمام، هدمج الموتوسيكلين عشان أعمل موتوسيكل سونيك بوينت إكسي في المستوى 100,000. أيوة، دلوقتي عندي الموتوسيكل بتاعي في المستوى 100,000. لازم أروح السباق وأتمنى أكسب بيه، لأني مش عارف فين ممكن ألاقي زمردة الدم، ودي هتكون الطريقة الوحيدة عشان أوصل للمستوى 1,000,000. بس يلا بينا. سونيك بوينت إكسي، هتكسب سوبر سونيك؟ ده نهايتك. ماشي، أنا وصلت، جاهز ومستعد عشان أنهي الموضوع ده مرة وللأبد. ده هنشوفه يا فاشل. أنا عندي أحسن موتوسيكل في الدنيا وهخلص عليكم يا فرين وسخين. بوينتو إكسي. طيب، شايفين إن اللحظة اللي كلنا كنا مستنيينها وصلت؟ السباق بين سوبر سونيك بموتوسيكل مستواه 999,000 وسونيك بوينتو إكس بموتوسيكل مستواه 100,000. واحد بس هو اللي هيقدر يفوز وياخد $1,000,000 ويعيش، لأنه سباق موت. فاستعدوا، السباق هيبدأ في 3 2 1. يلا. مع السلامة يا فاشل. الموتوسيكل بتاع سوبر سونيك اللي مستواه 999,000 أسرع بكتير من أي موتوسيكل تاني. بص على السرعة اللي عندي. أيوة، كسبان السباق ده بسهولة جدا. باخد المنحنيات بسرعة محدش يقدر يعديها، وأنا أسرع واحد في الكل. يلا بينا بكل قوتي. أيوة، السباق ده بتاعي. يا نهار أبيض، هو فاجئني وأنا متأخر جدا. دلوقتي يلا ألف من هنا. لا، مش ممكن أسمح له يكسب السباق. هسرع بكل اللي عندي. يلا كده صح. هعمل درفت من هنا. تمام. مع إني بعمل أخطاء كتير كده مش هعرف أكسبه. يا نهار أسود، مفيش قدامي حل تاني. لازم أدوس للآخر، أستخدم التيربو وغامر. اللي يحصل. مع إني لا، لسه ما فقدتش السيطرة. لا، خرجت بره المضمار. يا نهار أسود، والوضع مش مبشر خالص. هقع في المية لا، يا نهار أسود، هفضل هنا وهموت غرقان. سوبر سونيك الغبي هيحقق اللي هو عايزه. واستنى شوية، الحاجة دي هناك. مش ممكن، مش معقول تكون هي. يلا، لازم أحرك الموتوسيكل. ويا رب، دي زمردة الدم كانت دايما هنا تحت المية. أظن إن الوقت جاي إني أستخدمها علشان أطور موتوسيكلي وأوصل للموتوسيكل اللي محدش وصل له قبل كده. موتوسيكل المستوى 1,000,000. إيه ده يا رب؟ لا، مش معقول. الموتوسيكل ده أقدر أطير وارجع بيه للحلبة. يا رب، ده شيء مذهل. أنا رجعت هنا تاني. أيوة، ومش بس الموتوسيكل، أنا كمان طورت نفسي. دلوقتي لازم أسرع. أيوة، خد دي كده. سوبر سونيك، عديتك. يلا. مع إن هو مش بيسيبني أكسب بسهولة، كان واضح. بس أنا معايا موتوسيكل بمستوى 1,000,000 دلوقتي. سوبر سونيك، الموتوسيكل اللي كل الناس حلموا بيه ومحدش أبدا قدر يجيبه. فشوف أنا بسوق إزاي وبلف في كل منعطف. طبعا موتوسيكله بمستوى 999,000، يعني تقريبا زي بتاعي. بس أنا سونيك بوينت إكس. أنا الملك الحقيقي والأصلي. يلا، شكله إني سايبه ورايا، بس دايما لازقلي، ومع كده مش فارقة معايا. السباق ده هيبقى بتاعي. معايا أحسن موتوسيكل في الدنيا، موتوسيكل بمستوى 1,000,000، وبسوقه
أحسن من أي حد، وكمان عندي تيربو. أيوة يلا أنا سايبه ورايا، مع إنه مش بيبطل يلاحقني. يلا لازم أزود السرعة بالتربو. يلا هو ده اللي اسمه لفة هنا، وكمان لفة هنا. وهوريك ليه ما كانش لازم تستهين ببونتو اكس اي. احنا قربنا نوصل للمنحنى الأخير ولسه ما قدرش يمسكني. دلوقتي هو الوقت اللي أزود السرعة بأقصى قوة التربو. أيوة أنا كده متفوق عليه. وده بالظبط إزاي تكسب سباق سوبرسونيك. أيوة طيب إيه رأيك في موتوسيكلاتي اللي بمستوى 1,000,000؟ أظن إن دلوقتي عندنا فائز واضح في السباق وبشكل جديد كمان. لا يا لعنة، إزاي خسرتي قدام واحد زيك يا نقطة اكس اي؟ اسمعني، أنا في الحقيقة كنت عايزنا كلنا نبقى أصحاب. الفلوس كانت علشان نتقسمها ونغزو العالم سوا. احكي النكتة دي لحد تاني. خد دي، شوف انت اتدمرت، وانت والموتوسيكل الغابي بتاعك كمان. دلوقتي الفلوس دي هتبقى بتاعتي، صح يا اجمن؟ أكيد طبعا. Sonic.exe اعمل فيه اللي انت عايزه، العالم كله دلوقتي بتاعنا، بتاع .exe. أيوة كده تمام، هاخد كل حاجة على موتوسيكلتي. أيوة خلاص بقيت معايا، دي بتاعتي، ودلوقتي هديها لأصحابي. هنستخدمه علشان نشتري العالم ونسيطر عليه، وهنقضي على كل السوبر الأغبياء زي سوبر سونيك، علشان العالم كله بتاع Sonic.exe، والموتوسيكل بتاعه اللي مستواه 1,000,000. أيوة تصويت بمستوى 1,000,000 أو 6.